السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعين محترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله وصلي على رسول الله، حطي لايك وفعلي الجرس فضلا منك وليس أمرا. طبعا تعالوا النهارده اقول لكم، النهارده هنعمل روتين لاول مره في بيت حماتي، لان بقالي فتره ما نزلتش لحماتي. فطبعا حماتي كانت تعبانه، فكان لازم ان احنا ننزل انا وسلفتي، وغير كده كان عندنا ناس قرايب بابا. ف اللهم صل على النبي، كده كانت جايبه سمك، زي ما انتم شايفين اهوت البوري ده. كانت الناس اللي عندنا كانوا طالبين ان هم ياكلوا سمك. طبعا عندنا السمك جميل خالص في البلد اللي احنا فيها، يعني ما شاء الله عليه. وكانوا برضك عايزين ياكلوا رز صياديه معاه. فطبعا انا كنت عامله بصل، كنت مجهزه البصل، مجهزه الحاجه يعني بتاعت الرز الاول. عباره عن بصل وطماطم وفلفل، والبهارات اللي في الطبق دي عباره عن اللي هي السبع بهارات، وكزبره وكمون، واللي هي مرقه الدجاج. كنت حاطه اتنين يعني مكان الكاري، يعني انا حاطه المرقه الدجاج ده مكان الكاري، بتديله يعني ايه زي طعم بس مش اكتر. وهنا أنا كنت بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا كنت اساسا انا قاعده مع حماتي. بس انا اللي بقالي فتره يعني ما بنزلش، بسبب ان انا مثلا كنت تعبانه وكان في ظروف عندي وكده. فما كنتش بنزل لحماتي، يعني كنت بنزل ايه، يعني كنت بنزل ليها، بس اللي هو الايه النزول الخفيف، يعني ما كنتش بنزل باستمرار. ليه؟ لان انا قلت لها برضك كنت برضه بروح في الشقه، وكان عندي برضه ظروف، كنت تعبانه وولادي تعبانين. فبقى لي فتره فعلا ما نزلت لهاش. فقلت لها حتى تعالي انت اقعدي معايا او مع سلفتي، يعني بقينا نعمل مثلا اكل مره عندي مره عند سلفتي، او كنا مثلا بننزل يوم ويوم لا. فالحمد لله يعني عدت على خير، وابتدينا ننزل اهو مع بعض تاني. وطبعا مفيش احلى من اللمه والله، ولا قعده العيله دي بالدنيا كلها، والناس تبقى كويسه وبيحبوا بعض. فالحمد لله. بصوا انا كده كنت حمرت البصله. احنا بنحب الرز يعني ايه، احمر شويه، بس مش احمر اللي هو الاحمر الغامق لا يعني. انا حتى هوريكم اللون ان شاء الله بس بعد لما يخلص. انا كنت طبعا مجهزه الحاجه زي ما أنا قلت لكم في يعني في اول فيديو. فطبعا انا بسيب الطماطم والفلفل يعملوا شويه مع البصل، يعني ايه يشوحوا شويه مع البصل، بحيث ان الطماطم والفلفل يعني يتبالوا شويه. انا بحبهم يتبالوا شويه، او الطماطم تنزل الصوص بتاعها عشان تحمر الرز ايه مع البصل برضو. فطبعا بعد ما سبتها شويه، طبعا حطيت لها ميه، حطيت يعني الخضار دوت ميه، عشان خاطر ايه، الميه تغلي، عشان لما احط الرز برضو ما ياخدش حاجه معايا. في ناس بتحط الرز بعد البصل والطماطم والفلفل، لا انا بحط الميه الاول، يعني بحط الميه تغلي الاول وبعد كده بحط الرز، عشان الرز ما ياخدش وقت معايا في السوى. لان طبعا كانوا الناس اللي عندنا كانوا قاعدين يعني بقى لهم كام يوم عندنا، فاليوم دوت كانوا مروحين فيه. ف يعني احنا ايه حاولنا اننا مثلا نعمل اكل بدري، بحيث ان هم مثلا ايه لو مشوا في اي وقت يبقى هم مثلا اخدين واجبهم وكده ومتغديين ومفيش اي حاجه. عشان طبعا انتوا عارفين بقى ان لما يبقى الناس عندنا وكده وعايزه تمشي، فبيبقى استعجال وكده. فلا يعني انا عملته برضو يعني، وانا عملته برضو براحتنا، بس كان يعني في وقت قليل والله برضو. يعني حاولت على قد ما اقدر انا وسلفتي ان احنا نخلص الاكل بدري بدري، بحيث حتى نخلص اللي ورانا وما اعرفش ايه. وكان كمان في اليوم دوت كانت المدرسه بتاعت بنتي جايه، فكان لازم ان انا اخلص بدري برضو. وكده انا كنت خلصت الاكل خالص وغديتهم كمان. ودي كانت الصينيه بتاعتنا، احنا كنا لسه يعني ما اتغديناش. ماشي. و... وبرضك يعني ايه كنا ساعتها برضه يعني احنا اتغدينا. ساعة ما حطيت الصينية كده زي ما انتوا شفتوا كده، كنت احنا اتغدينا بقى. ودخلت على الأوضة بتاعت ماما بعد ما روقنا المطبخ وروقنا الصالة والأوضة التانية. دخلت بقى على الأوضة بتاعت ماما، قلت لها مثلا ايه لازم نروقها كده، عشان القعدة كلها كانت في الأوضة دي، يعني بتاعت الضيوف وكده. كانت قعدتهم، وكان يعني ان هم كانوا مثلا بيناموا وبيقعدوا في الاوضه دي، فكان لازم ان انا اروقها لماما. فحتى ماما والله ما كانتش راضيه، فقلت لها لا انا هعملها لك قبل ما اطلع. حتى يعني بصوا انا عايزه اقول لكم اني والله في اليوم ده تعبنا خالص خالص. بس طبعا هي كانت تعبانه وما كانش ينفع ان مثلا ان احنا نسيب البيت ورانا ولا كده. كان لازم نروقه لها برضك انا وسلفتي قبل ما نمشي.
فانا قلت لها خلاص انا هعمل لك انا الاوضه. حتى هي مثلا يعني هي عملت حاجه وانا عملت حاجه، والحمد لله برضك يعني خلصنا في، يعني انا اعتبر خلصت قبل المغرب، قبل ما ميعاد المدرسه بتاعت بنتي تيجي. عشان خاطر ايه؟ ان انا مثلا اطلع شقتي، لان بيني وبين حماتي شارعين. يعني بصوا يا جماعه، بيني وبين حماتي شارعين، يعني انا ايه، هو مش شارعين شارعين، يعني هو شارع وشارع، يعني زي حاره صغيره كده وشارع كبير. فانا مثلا عشان خاطر اطلع اقعد مثلا مع الميس، اعمل لها حاجه، اقدم لها حاجه، فكنت انا يعني بحاول ان انا اخلص اللي ورايا عشان يعني عشان ايه اطلع لها بدري وكده. فكده انا كان عندها شويه غسيل، فقلت لها سيبوني اطبقه وعينه وانا في الدولاب. فقالت لي لا، هي كانت عايزه تطبقه لي صراحه، بس انا قلت لها لا، انا هطبقه لك انا، عشان مثلا ايه يعني اروق لك الاوضه واشيل لك الفرشه وكده. حتى اللي انا حتى انا شلت لها السريرين دولي، وجيت اشيل السرير ده قالت لي لا، اللي هو عليه له الغسيل ده، قالت لي لا ده هو نضيف والله، لسه حاطاه امبارح او اول امبارح تقريبا كده. فقلت لها خلاص ماشي، لو نضيف خلاص انا هسيبه. فهنا قلت لها خلاص ماشي، انا خلاص انا هخلص السراير الكبيره هعملها لك طيب. فقالت لي ماشي خلاص. طبعا هم كانوا عشان خاطر الناس كانت بتنام عليها وكده، وكان برضك ساعات بيقعدوا عليها، فما كانش ينفع صراحه ان انا اسيب، يعني ان انا اسيب لها السراير. حتى والله كانت فرشاهم برضو، يعني كانت فرشاها قبل ما هم يجوا بكام يوم، لان لان هي كانت عارفه ان هم جايين، فهي روقت الاوضه وفرشتها. يعني في اليوم ده انا ما نزلتش عشان ما كنتش اعرف ان هم جايين اصلا. فقلت لها طب كنت سبتيها؟ قالت لا يلا بقى مش مشكله، عشان انتوا برضك كفايه عليكم وعيالكم وكده. هي والله طيبه خالص وكويسه صراحه، على قد ما بتقدر بتبقى عايزه تساعدنا. بس احنا لما يعني انا عن نفسي انا وصفتي ما بنقدرش نخليها تعمل اي حاجه والله، على قد ما بنقدر برضك يعني بنشيل عنها حاجات كتيره برضو. هي برضك ست كبيره وكده، وكان الله في عونها. فبصوا هي كانت عاينه الدفايات فوق الدولاب. هي بتعينهم عامه في بعد ما الشتا بيخلص وكده، هي بتعينهم فوق الدولاب عشان ما ياخدوش مكان عندها في الدولاب من جوه. بس طبعا لما الشتا بتيجي وكده بتيجي منزلهم بقى، يعني موسعه لهم مكان جوه في الدولاب، وبتيجي حطاهم بقى. فطبعا انا كنت شايله الكيس فوقع غصب عني. انا كنت على قد ما اقدر ان انا كنت يعني ماسكه الكيس عشان هو ما يقعش مني، بس برضك وقع مني غصب عني، فحتى اتفتح من الجنب. فانا حاولت ان انا ايه اربطه في بعضه، وفعلا ربطته في بعضه، عشان هي برضك يعني بتعين فيه الدفايات دي كلها، بتعين فيه دفايات كتير صراحه، عشان هو كبير وكده. فانا عملته لها، وكنت بحاول ان انا مثلا ايه، جيت اطلع دفايات قالت لي لا طلعي بقى اتنين زي بعض. فانا كنت بحاول ان أنا اطلع لها مثلا اتنين شبه بعض، بحيث ان السريرين طبعا يبقى طقم كامل وكده. واللي يوصل عندي هنا يا بنات تصلي كده على النبي كده ويحط لي لايك وما تنسوش تشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، عشان يوصلكم كل جديد. وعايزه بقى لايكات النهارده كتير، عشان انا تعبت في الفيديو ده، وطبعا اول فيديو ليا معاكم. طبعا الناس اللي هي الجديده معايا طبعا ما شافتش بيت حماتي، ده اول فيديو ليا معاكم في بيت حماتي. في ناس كتيره متابعاني من زمان و... وعارفه ان انا كنت مثلا قاعده، وكنت عامله فيديوهات كتيره برضك في بيت حماتي والله كتير. بس انا عشان قلت لكم من الظروف كده، كنت قاعده الفتره دي برضو يعني في شقتي فوق. والله وكان برضو يعني بيني وبينكم كسل مني ان انا مثلا انزل وكده، وما كناش سايبينها برضك، هي كانت بتيجي تقعد معانا. بس هي يعني هي بتحب تلمنا بتحب صراحه تلمنا في البيت بتاعها. عشان خاطر ايه؟ نبقى كلنا ملمومين مع بعض، عيالي وعيل وعيل سلفتي وكده، ونبقى ايه، طبعا عشان احنا اتعودنا ان احنا نبقى كلنا قاعدين مع بعض وما بنسيبش بعض صراحه. هي ماما برضك بتحب اللمه، يعني بتحب القعده بتاعتنا تكون كلها، يعني تكون كلها في البيت الكبير وكده. وربنا يا رب يديها الصحه وطول العمر يا رب، وتفضل ايه قاعده معانا، وما تسيبناش خالص يا رب. هي صراحه كويسه والله خالص، واحنا بنحبها والله، يعني على قد ما بنقدر. إيه، يعني بنحاول ان احنا نبسطها برضك والله، ومش بنزعلها خالص. طبعا انا كنت فرشت السرير اللي هو الاول الكبير، وكنت خلصته، قلت ما فيش بقى السرير التاني اللي هو دوت الصغير. وطبعا انا جيت اشيل الفرشه برضو، هي برضك ما كانتش راضيه، بس انا قلت لها انا هشيل لك الفرشه والله، كانت قالت لي لا لا والله ده الفرشه نظيفه. هي عامله على ايه؟ ان احنا مثلا تعبانين طول النهار، ومن غسيل المواعين مثلا لاكل شرب كده. فهي صراحه كانت عامله على تعبنا. فقلت لها لا ولا يهمك، يعني ما احنا كده كده برضك، يعني اللي بنعمله في بيتنا هنعمله لك عادي يعني. عشان مثلا ايه، انا ساعات برضك لما بطلع من تحت، يعني مثلا بشتغل في شقتي وبشتغل عند ماما،
يعني انتوا فاهمين قصدي. طبعا انتوا عارفين بقى بيت العيله وكده بيبقى فيه الشغل كتير عشان بنبقى كلنا متجمعين مع بعض. ف بيبقى يعني شغل تقيل شويه عن ما يبقى مثلا في شقتك. بس والله لو تيجي تحسبي لها هي برضو. يعني انا ببص، والله ساعات بعمل في شقتي شغل اكتر ما بعمل في بيت ماما تحت. ليه بقى؟ ببقى انا لوحدي فوق في الشقه، يعني بعمل مضطره ان انا اعمل لوحدي في شقتي. اما تحت ببقى انا وسلفتي، ساعات ماما برضك يعني لو قادره تعمل حاجه بتعملها. ماشي. بتبقى ايد على ايد بتساعد صراحه، وبنبقى بنساعد بعض. لكن انت مثلا لو محكومه في بيت يعني في شقتك بتعملي لوحدك، يعني على قد حاجتك وبتعمليها لوحدك. هنا كنت هنا كنت خلصت السراير كده، وكنت يعني كنست الاوضه. وقلت برضك ما اديها يعني ايه مسحه بسيطه كده. ما يعني بصوا انا عايزه اقول لكم برضو ان انا متفق انا وسلفتي ان احنا مثلا ندهن لها البيت. بس والله يعني ايه، قلنا الجو شتاء، يعني الجو ساقع وكده، فالدهان بتاع الساعه ده بياخد وقت على ما بينشف، او بياخد وقت صراحه. فاحنا قلنا مثلا يعني شويه كده قدام باذن الله، يعني ممكن مثلا على رمضان، على قبل رمضان باذن الله من غير مقاطعه، ندهن لها البيت، وان شاء الله نخلي لها البيت حلو برضو. هو بيت على فكره ما شاء الله عليه كبير وحلو. بس يعني عايز شغل برضك كتير صراحه. يعني هو بيت على قدها والله. واحنا يعني انا عن نفسي بحب اقعد فيه. إيه، بحب اقعد فيه ليه؟ كلنا بنتلم وكده وحلو صراحه. يعني انا اول ما دخلت واتجوزت يعني كنت قاعده معاها فتره، ورجعت تاني اتأجرت شقه بره لما جبت عياله كده معايا، فما كانش ينفع ان انا اقعد برضو معاها. فسبتها برضو، يعني اضطريت ان انا اسيب البيت وكده واقعد في شقه بره، مع اني ما كنتش عايزه. والله كنت يعني القعده معاها كانت جميله صراحه. بس يلا عشان خاطر مثلا عيالنا وكده ما ينفعش، عشان خاطر برضك المكان. هنا كنت خلصت السجاده يا جماعه، وكنت خلصت الاوضه برضك مسحتها. كنت خلصت مثلا يعني ايه بفرش السجاده كده. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايكات كتير، عشان خاطر ايه ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وان شاء الله برضك هعمل معاكم فيديوهات جايه كتير باذن الله في شقتي برضك وفي بيت حماتي. زي ما قلت لكم ان شاء الله هبقى اعمل معاكم فيديوهات كتيره باذن الله وهتعجبكم. وان شاء الله يكون عند حسن ظنكم فيا ان شاء الله، وهوريكم كل حاجه جديده باذن الله. هنا كنت فرش السجاده. طبعا هو السجاده وال واللي هي الحافظه هم نضاف عامه. يعني كانت ماما يعني حطهم يعني ما كملوش يومين ثلاثه، فهم كانوا لسه نضاف. انا لو كانوا مثلا فيهم حاجه ولا كده كنت غسلتهم لها، بس هي قالت لي والله كانوا نضاف ما فيهمش اي حاجه. وطبعا دي اخر حاجه عملتها في البيت، ان انا مثلا اولع بخور كده عشان خاطر السمك وريحه السمك طبعا ايه ما يكونش مثلا في ريحه في البيت وكده. طبعا بصوا زي ما قلت لكم اللي انا بعمله شقتي والله بعمله لها، بخلي لها البيت برضك يعني ممكن يكون احسن من شقتي والله. برضيها برضك باي حاجه عشان خاطر يعني انتوا عارفين طبعا يعني كفايه دعوتهم لينا. وطبعا هنا سيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.